مساء الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نشوف تقرير بي ان سبورتس عن فرحة واحتفالات جماهير العراق بتأهل منتخب العراق إلى كأس العالم. حظي المنتخب العراقي المتأهل من الملحق العالمي إلى نهائيات كأس العالم باستقبال رسمي وشعبي واسع لدى عودته إلى بغداد. الحافلة المكشوفة التي أقلت وفد المنتخب شقت طريقها بصعوبة وسط الحشود التي قدمت من أنحاء مختلفة من العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير علي رياح. مئات الألوف في مكان واحد، والسر حلم كان مؤجلا وقد تحقق. إنها لحظات للتاريخ، الصاعدون إلى المونديال وسط الحشود. مشهد طال انتظاره عقودا من الزمن، كان فيها مكسب الصعود إلى المونديال يتقلب وسط الإحباطات ومعها الحروب والحصارات. الحافلة المكشوفة التي صعد على متنها المنتخب بلاعبيه وطواقمه التدريبية والإدارية والطبية والإعلامية اختار قلب بغداد للانطلاق في جولة شقت طريقها بصعوبة، نال فيها صانعو الفرح ترحيبا، وحظي الجمهور بتلويحة امتنان من المنتخب لصبره حتى آخر مطاف الملحق العالمي. مبارك لهاي الجماهير الكبيرة، يعني بصراحة منظر مفرح جميل. اليوم تشوف وتعيش هذا الإحساس الكبير المختلف بعد 40 سنة. شعور حلو أنه تشوف منتخبنا الوطني يتواجد في المونديال بعد 40 سنة من الانتظار والصبر. مبارك لمؤسساتنا الرياضية، مبارك للجماهير، مبارك للاعبين. اليوم الجماهير العراقية تتوافد منذ الساعات الباكرة، منذ الصباح. شاهدنا حتى في لعبة المنتخب الوطني عندما كانت في الساعة السادسة كيف خرجت الجماهير العراقية من أجل أن توافد منتخبنا الوطني، من أجل أن تساند منتخبنا الوطني، وبالتالي تحقق لها المراد. هذا هو الشعب العراقي اللي دائما ما كنا نتحدث عليه ينسى كل همومه وكل أحزانه، واليوم تواجد بالشارع العراقي من أجل استقبال الأبطال بأبهى صورة. نتمنى التوفيق ونتمنى تكون الانتصارات دائما للشعب العراقي إن شاء الله. وفد المنتخب العراقي كان وصل إلى بغداد أمس بعد رحلة طيران طويلة، ابتداء من المكسيك مرورا بإسبانيا والأردن، ثم تواصلا في الطريق البري حتى العاصمة بغداد، حيث كان ينتظره استقبال حكومي بشخص محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء، ثم إقامة لدى الضيافة الرئاسية في صورة استثنائية للتكريم، قبل أن ينتقل مؤشر الاحتفالات إلى الشوارع العامة. الكابتن أحمد راضي رحمه الله هنا إلى كأس العالم وإجا أيمن كملها، ويا ربي نحقق الفوز الأكبر بمبارياتنا القادمة مع فرنسا والنرويج والسنغال. نشكر المنتخب العراقي على هاي الفرحة، وصارنا هواي مشارفين فرحة طبعا، والعراقيين بسيطين على أي شيء يحتفلون. نعم، مجموعة صعبة، فرنسا، النرويج، السنغال، لكن الأهم أنه العراق راح يتواجد مع الدول المتأهلة كأس العالم. هاي الأيام يعني إحنا كنا محتاجين بها هاي الفرحة، وإنه شلون هنا الجماهير متجمهرة وإنه هم فرحانين كلش، وإنه شلون من فازوا باللعبة طلعوا بالشوارع. بعد أن انفض سامر الاحتفال الرسمي والجماهيري لاستقبال منتخب أسود الرافدين، يتوقع أن تستمر الفعاليات الشعبية بالتأهل إلى المونديال أياما عدة في محافظات العراق المختلفة، بينما تبرز الحاجة إلى الإسراع في وضع برنامج التحضير للاستحقاق العالمي الأهم. علي رياح، بي إن سبورتس، بغداد. تترقب الجماهير القطرية مساء اليوم قمة الجولة العشرين من. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وألف مبروك للمنتخب العراقي والشعب العراقي.